السلام عليكم أمهات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا النهار هذا جيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو جد مهم، اللي هو الماكلة فوقاش ندخلوها لي بيبي وشنو هي الماكلة اللي نعطيوها لهم في الأول. غادي يكون واحد الفيديو اللي هو قصير وغادي نعطيكم المفيد. غنبارطاجي معكم المعلومة اللي عطاتني البيدياتر ديال البيبي ديالي، حيت انا قبل ما ندخل لولدي الماكلة مشيت عند الطبيبة وهي اللي عطاتني شنو خصني ندير. بالنسبة للولد ديالي أنا دخلتو الماكلة على 4 شهور وسيمانة ولا 4 شهور و2 سيمانات تقريبا بحال هكاك. مشيت عند الطبيبة وهي اللي قالت لي أنني نقدر ندخل الطفل ديالي الماكلة واخا كيرضع رضاعة طبيعية، قالت لي دخلي له الماكلة على 4 شهور، حيت فاش كانت عنده 4 شهور كان الوزن ديالو تقريبا واحد 7 كيلو ونص تقريبا 8 كيلو. دونك بارابور الوزن ديالو قالت لي راه إلي بخي باش أنه يبدا الماكلة. دايوغ بالنسبة للحوايج اللي خصنا نشوفو واش كاينين في البيبي ديالنا باش نقدروا نعطيوه الماكلة، هو أنه يكون كيشد راسو مزيان، يكون بدا كيجلس شي شوية، باش اون فوا كنعطيوه الماكلة كيكون ديجا كيشد راسو كيجلس شي شوية باش ما كيتخنقش، وكيكون عنده واحد القابلية للأكل. دونك مثلا فاش كتكوني انت كتشربي كاس ديال الماء كيبقى هو يمد وجهه باش حتى هو يشرب معاك، كتعطيه مثلا المعلقة كيبقى يديها لفمو، إلا عطيتيه شي حاجة لفمو كيبقى يحل فمو كيبغي ياكل، هذا كيعني أن راه ولا عنده استعداد لأنه يبدا الماكلة. فاش مشيت عند الطبيبة قالت لي غادي نبدا للطفل ديالي الماكلة، وغادي تكون عبارة عن وجبة في الأول وماشي حتى وجبة، غير أنه يذوق الماكلة. قالت لي غتبداي له بالخضر، غنبدا له ببطاطا وخيزو والقرعة، غنعطيه 3 ايام الاولى مثلا خيزو، 3 ايام الثانيه غنعطيه القرعه الخضراء ولا القرعه الحمراء، والثلاث ايام الثالثه غادي نعطيه بطاطا. ومن موراها غادي نخلطهم له كاملين، وابخي غادي نبقى نميكسي، مثلا غادي نبقى نميكسي بطاطا مع خيزو، غنميكسي خيزو مع القرعه، خيزو مع بطاطا، انسي دو سويت. دونك قالت لي غادي نبدا له بحال هكا حتى يولف الخضره ويعجبو لو غو ديالها ويمشي لداك السيستم ديال انه كياكل الخضيره. غندير له وجبه وحده في النهار، من يشد لي الخضره مزيان ديك الساعه نعطيه لي فخوي. بالنسبه لي فخوي نفس القضيه، غادي ندخل له في الاول 3 نتاع لي فخوي لا اقل ولا اكثر. غندخل له البنان، التفاح والنقاص. دونك غنديروا مثلا 3 ايام الاولى البنان، 3 ايام الثانيه التفاح، و3 ايام الثالثه النقاص. اون فوا غادي يولف لنا هاد الثلاثه نتاع الفواكه، من موراها نبقاو نخلطوا فيهم من نهار العاشر غنخلطوهم. مثلا غنديروا البنان والتفاح، غنديروا التفاح والنقاص، غنديروا النقاص والبنان، غنبقاو كنخلطوا فيهم بحال هكا حتى البيبي يولفهم مزيان. وبالنسبه لا تيكستور يعني القوام ديال هاد الخضر والفواكه، ما خصهمش يكونوا معوسين بلا فورشيت، وما خصهمش يكونوا جاريين، يعني ما ديروش البيبي ديالكم بحال عصير نتاع الخضر ولا عصير د الفواكه يشربهم في البيبغون. البيبي من النهار الاول كنولفوه ياكل بمعلقه باش كيبقى شاد المعلقه، حيت البيبغون الا مشى شدها راه ما يبغيش ياكل لك نهائيا بالمعلقه. دونك من الدقه الاولى كنعطيوه ياكل بالمعلقه. لا تيكستور خصها تكون ما خاتره ما جاريه، تكون بين وبين، حيت البيبي في الاول تيكون ما تيعرفش كيفاش يبلع. دونك غنخليوه يتعلم شي شويه. لا تيكستور خصها تكون ليس، يعني مثلا الا فورتيهم غتزيدي معاهم ماء معدني وغادي طحنيهم، والا سلقتيهم غادي طحنيهم في الماء ديالهم، وسوا غادي طحنيهم مزيان يا اما غادي طحنيهم غادي تصفيهم في صفايه وديك الساعات عاد توكليهم له. في الربع شهور الاولى راه ما كنعطيوش البيبي ديالنا لا بيض لا تمر، لا عدس، لا روز لا شوفان لا حتى شي حاجه نهائيا. كتدخلي له فقط هاد الثلاثه د الخضر وهاد الثلاثه د الفواكه، وكتخلي الامعاء ديالو يولفوا يولفوا الماكله. وما تسنايش منه ان غياكل لك زلافه ولا غياكل لك طبسل، راه سي جوست غياكل لك واحد المعلقه ولا جوج ولا ثلاثه. تقدر شي نهار ما بغيش ياكل لك كاع، تقدر شي نهار ياكل لك بزاف، تقدر شي نهار ياكل لك غير شويه وما يبغيش يكمل الماكله. يعني راه البيبي كيكون يلاه كيتعلم ياكل ويلاه كيكتشف واحد الحاجه اللي هي جديده. ما تزيدوا لا ملحه لا سكر لا حتى شي حاجه، عطيوه داك الشيء طبيعي. وكنسبقوا الخضر على الفواكه، حيت الا مشى داق الحلاوه في الاول ما هيبقيش باغي يشد لنا هذا الخضر، غيجيوه باسلين. داكشي علاش كنسبقوا الخضر، وفاش كيولفوا مع ديك الساعات كنديروا الفواكه. وراه بامكاننا نمجزوا ما بين الخضر والفواكه، مثلا تقدري ديري خيزو مع التفاح، تقدري ديري التفاح مع القرعه خضراء، تقدري ديري هاد المزيج بحال هكا، راه كيجي زوين وكيعجب البيبي. اذا هادشي اللي تياكل البيبي من 4 شهور ل 6 شهور ما نكثروش عليه. راه ما ياكل مازال الوقت طويل، اون فوا يدير 6 شهور ان شاء الله وديك الساعات نقدروا نزيدو ندخلوا له حوايج واحد اخرين. انا مشيت عند الطبيبه وشاركت معاكم شنو قالت لي الطبيبه بالضبط، وشاركت معاكم داكشي درتو لولدي. دونك بغيت نشارك معاكم داكشي اللي قالت لي الطبيبه باش الامهات يستافدوا وياخذوا الفكره وما يغلطوش وما يبقاوش يخربقوا لولادهم في الماكله. وبغيت نشير لواحد النقطه بالنسبه للقوام ديال الاكل. في الاول كنبداو به جاري،
دونك على ما حسب البيبي كيتعلم ياكلو. من موراها كنبقاو نتقلوه شويه بشويه، اون فوا كنشوفوه شد داك الماكله باش زعما ولف على ديك التكستور، كنزيدو نقصحوها شي شويه، كنبقاو غاديين هكاك بوتيت ا بوتي وحنا كنعقدو الماكله، باش اون فوا يوصل ديك 6 موا 7 موا ديك الساعه تنبقاو نعسوها غير بالفرشيطه، ما نبقاوش نطحنوها له، باش يتعلم ياكل الماكله اللي هي شي شويه خشينه، ما يبقاش ياكل غير الماكله اللي هي رطبه. وبالنسبه لعدد الوجبات، في الاول كما قلت لكم كنديروا وجبه وحده اللي هي الخضر، وموراها كنديروا الديسير، وان فوا البيبي ديالنا كيولف شي شويه على الماكله كنديروا جوج ديال الوجبات، مثلا وجبه غنديروا له في الوقيته نتاع الغدا غنعطيوه خضيره، وفي الوقيته نتاع الخمسة ستة العشيه بحال هكا كنعطيوه ان ديسير بحال ان سناك، واحد الكوتي مثلا هنقولوا غادي ياكلوا. ونقطه اللي هي جد مهمه وكنشوف بزاف اليوم كيتسالوا عليها، اللي هي واش نعطي لولدي يشرب الماء. اون فوا كندخلوا البيبي ياكل اوتوماتيكمون كنعطيوه الماء، دونك البيبي الا ماكل على 6 شهور ندخلوا له الماء حتى 6 شهور، حيت كاين اللي كيقول لك نعطي لولدي ياكل حتى 6 شهور، دونك ما خصناش البيبي ياكل الماء على 4 شهور ولا على 5 شهور، سورتو الا كان كيرضع رضاعه طبيعيه. ولكن اون فوا البيبي نعطيوه الماكله ضروري نعطيوه الماء. فوالا حاولت نشارك معكم التجربة ديالي في بداية الأكل عند الرضيع ديالي، وشاركت معكم شنو قالت لي الطبيبة، حيت أنا في واحد الوقيتة ما كنتش عارفة وكنت كنتسائل وكنت حيرة، حيت قوة الآراء، كاين اللي كيقول لك الماكلة على 4 شهور، كاين اللي كيقول لك الماكلة على 6 شهور، كنت حيرة بزاف. دوكو حاولت ندير هاد لا فيديو هادي، نتمنى نكون فدتكم، نتمنى أي وحدة عندها شي تساؤل تكون لقات الجواب ديالو في هاد لا فيديو هادي. فوالا نخليكم على خير، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو واحدة أخرى، تهلاو لي فراسكم، باي باي.